النهارده يا باشا جاي احكي لك على كارثه حصلت في البلد. خير يا هناء، انا مش مبسوطه، بقالي يومين ما بشتغلش، بس انا ناوي احكي لك الكارثه اللي حصلت ايه هي عشان تاخد بالك وتبقى انسان ذكي ومفتح. اوعى حد يقلبك ويضحك عليك، اوعى حد يغرك البراءه بتاعته ويصعب عليك. خلي بالك يا برنس، اللي يصعب عليك ينزل تحت يفقرك. اوعى تقولي ان في حد غلبان وفقران وما لاقي ياكل فلازم نقف جنبه. بعد اذن سعادتك يا باشا، اسمع الخطه النهارده. خطتنا عن ست كتير رقيقه وجميله اسمها سناء. سناء عمرها 38 سنه، ما كانت تعرف اللي بيحصل. كان قدامها ست كتير غلبانه لدرجه ان سناء كانت بتحب تاكلها وتراضيها وتساعدها وتديها اللي فيه النصيب. ما كانت تعرف الغدر والخيانه جاي منين. الست اللي قدامها دي عندها 3 صبيان. اصغر واحد مش هتصدق عنده 14 سنه، يعني هو الكبير بتاعه 15 سنه. المهم نشي الواحد فيهم على سناء ان الست دي تقعد معاها وتثبتها عقبال ابنها ما ينط من فوق وينزل يقلبها، ياخد بقى حاجات. صدق بالله، لا اله الا الله، هناء محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعت لكم تاني وقصه جديده من احلى اسطوره مصريه عربيه. انت عارف ايه اوحش حاجه في الدنيا دي؟ هي الخيانه. اوحش حاجه انك تسرق جارك يا بطل وتعمل نفسك ذكر وذكي. ايه الذكاء ده يا جبته منين يا روح امك؟ اوسخ حاجه في الدنيا دي كلها انك تعمل نفسك ذكي على جارك. لا اله الا الله. والله حزنانه، والله حزنانه من قلباتي، حزنانه على العالم اللي بتسرق، حزنانه على الحظ الاسود. شكلك متضايقه ورحمه ابويا متضايقه ان انا اقف جنبك واكلك عيش وتاكل معايا في طبق واحد واعطف عليك. حط نفسك مكاني واعطف عليك، وساعدك انت وعيالك لان الزوج ميت. اوكي، اصغر واحد اسمه محمود، هو صاحب الفكره والخطه ان انت تقعدي تشغليها يا امي ولا انا منط يا امي واخد نصيبي. طيب ما افتكرتوا ان الست دي عطفت عليكم واديتكم؟ ما افتكرتوا ان الايد اللي وقفت جنبك واللي ساعدتك هي اللي هتقطعها؟ هو ده بقى اللي بزعلني. واوسخ حاجه في الدنيا يا باشا انك تسرق جارك. عرفتها كده؟ فين الامان وفين الثقه؟ هتثق في مين لما انت كل يوم تتسرق وتتقلب؟ دي كارثه يا صاحبي. وخلي بالك عليا الطلاق يا راجل، ما يسرقك الا اللي منك. يعني صاحبك جارك الاول بيرتب لك. اسمع الترتيب دي ازاي. الترتيب اني يستنوا مدام سناء اما تخرج تروح الدوام بتاعها، يقوموا لاعبين اللعبه وينطوا يا باشا، ينطوا من مكان لمكان عشان يعرفوا يقلبوا الست كويس. المهم الست ابتدت تكتشف. ازاي اكتشفت مدام سناء؟ هقول لك انا. مدام سناء حط حاجات في المطبخ، البيت للاسف مفتوح، فاهمني؟ ابتدت تلاقي الحاجات كل مدى ناقصه. قالت ايه ده يا رب، هو في عفريت في المكان يا رب ولا انا متهيألي؟ اكيد في جن في المكان ده، الجن بيخفي كل حاجه. لحد ما اكتشفت الكارثه المصيبه. شوف، عشان كل حرامي بيقع في ايه؟ صدق يا مصر، كل حرامي بيقع في الملعب بتاعه. صدق هناء الاسطوره. المهم كل يوم تلاقي الحاجه ناقصه، تقول يا ترى مين ابن الحرام ده؟ بس تسكت لحد امه كانت قاعده معاها ماشي. طبعا الناس دول عايشين في قريه فلاحين،
يعني بيوت مش شقق، فاهمني؟ لحد ما جت في مره الست قعدت معاها، فضلوا يسهروا لحد بالليل. طبعا هي ما تعرفش مين اللي نط، فاهم؟ فضلوا قاعدين للفجر. اما قعدوا الفجر يا صاحبي حصل حاجه غريبه. يعني الست تقعد تثبت الست سناء امه لحد ما هو ينط من وراه. نط ودخل خد انبوبه الغاز، اوكي؟ بص عشان اراد ربنا ان يكشف البشر. المهم الست بعد ما دخلت ما اكتشفتش الانبوبه. قالت لها بقى الفجر قرب يأذن، اسمحي لي ممكن اخش عشان ايه؟ عشان اشوف حالي. انا مصدقت ان بكره عطله يا مدام. فطبعا الست سناء قالت لها كده، فطبعا حاجه تحزن. انا متضايقه بصراحه. قالت لها انا عندي دوام الصبح، انا ما صدقت، انا بروح الدوام يعني الصبح، انا ما صدقت ان بكره الجمعه، فممكن الواحد ينام. الست ما غلطت في شيء. ها طبعا الست ما اكتشفت انبوبه الغاز. بص عشان كل حرامي. الست راحت تنام، قامت الساعه 2 الظهر. بعد كده قامت نامت تاني، حلمت حلم كده. قالت اعوذ بالله ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان. ما هي الشياطين دايما مرافقانا. تخيل انت يا باشا ان انا واحد يجي يخبط على البوابه، واحد يجي يخبط على البوابه ويرن الجرس ويرن الجرس. فالست قامت مخضوضه من اللي بيحصل. قالت اكيد في مصيبه حصلت في البلد. للاسف يا صاحبي اللي بيخبط ويكسر على البوابه فتحت له، قال لها مساء الخير مدام سناء. قالت له مساء النور عليك، انا عندي انبوبه للبيع. شوف بقى حرام يا باشا بشيلته والنبي زعيمه هنا. انا عندي انبوبه غاز عايز ابيعها. قالت له ايه؟ بس انا مش معايا فلوس اموال دلوقتي. قال لها خلاص اما تقبضي عامله كام؟ قال لها خديها ب1000 جنيه مصري. كام دول يا هناء؟ 20 دولار. طبعا الست بتبص على الانبوبه، الانبوبه دي بتاعتها. عرفتها ازاي؟ عشان معلماها. حتى الست اللي غيرت لها الانبوبه قالت لها ما تزعليش المحبس معوج كده شويه. يعني الست كمان اللي اديتها اللي غيرت لها الانبوبه قالت نفس ايه يا باشا؟ نفس الكلام اللي احنا بنحكي فيه للاسف يعني. بس الحرامي بايه؟ المهم خدت الانبوبه، قالت له خد 100 جنيه هي مصري 2 دولار وبعدي عليها كمان شويه اديك الباقي. عرفت اللعبه صح؟ لما دخلت جوه اكتشفت ان الانبوبه دي بتاعت مين؟ بتاعتها اللي كانت الانبوبه الغاز الفاضيه. انتهينا خلاص، والله انتهينا. العالم انتهى من الحرام والسرقه. صدق باللي خلقك ولا اله الا الله محمد رسول الله. انزل صلي على حبيبك كده وتبارك بسيدنا محمد عشان تعبنا من الاشكال الفالصه. وحياه سيدنا محمد بن عبد الله ما بكذب عليك بقى. ست مسكت الواد لما جالها بقى، ما فاقت بقى من النوم الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، جرته كده من القميص وقالت له، قعدت تصوت وقالت لهم الشرطه، انا عايز اسم الشرطه بسرعه. في ايه يا مدام سناء؟ انا نايمه لوحدي والواد ده دخل عليا. ايه رايك يا باشا؟ انا نايمه لوحدي في المنزل والولد ده دخل عليا وسرق الانبوبه الغاز. وتصوت وتصوت، فضلت تصوت. الناس اتلمت، اعترف يا ابني الانبوبه دي جبتها ازاي؟ ازاي دخلت على الانثى دي؟ قال والله انا ما دخلت عليها. فلان الفلان، ركز بقى يا معلم، فلان الفلان اللي جاب لي الانبوبه دي، بومبه الغاز دي، انا ما كنت اعرف عنها اي شيء. وصلت لك الرساله صح؟ عشان اصالحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها
وما اقف وانت بتكلمني. صدقيني انا ما حرام، صدقيني اقسم بالله انا ما حرام. قلت له يبقى انا اللي حراميه، انا يا ابن الورمه اللي ايه اللي حراميه. قال لي ده فلان الفلان جاب لي الانبوبه دي وخد بيعها، وانا عشان عارف ان انت ست محترمه ومعاكي اموال وست سكه ودغري قلت اجيبها لك. شفت انت يا باشا؟ عرفت صح؟ شفت انت حرامي الدنيا تضيق بيه؟ شفت انت حرامي الدنيا تضيق بيه ويجيب لي صاحب الحاجه البومبه؟ اي والله هيك. قال له الناس قالوا له من سوء حظك يعني يوم ما تبيعي الانبوبه تجيبها لصاحبه الانبوبه؟ ده ربنا عشان يكشفك يا ابني. ليه يا ابني تاكل حرام؟ قال والله ما انا عليا الطلاق، ما انا ده فلان الفلان اللي باع لي البومبه، اللي باع لي الانبوبه. وصلت لكم الرساله بقى؟ جبنا فلان، الناس فضلت تضربه، دي واحده ست لوحديها زنقوه وفضلوا يضربوه يا حرامي يا حرامي. الست دي اللي كانت بتقف جنبيكم، ها؟ الست دي اللي كانت بتراضيكم، الست سناء دي اللي كانت بتراعيكم وتاكلكم وتتقي الله فيكم. يوم ما عوزتوا تلموا اموال عشان تعالج ابوكم، الست دي هي اللي لمت لكم، وقفت جنبيكم وقالت لهم، قالت لكل العالم الناس دي غلابه ومحتاجه صدقه، لازم نساعدكم ونقف جنبكم. الست دي عملت لكم ايه؟ الست دي محترمه سناء كتير، حبتكم بقلب مخلص وكانت بترضيكم وكانت بتراعيكم. ليه؟ ليه دايما البني ادم بيعض الايد اللي واقف جنبه؟ ليه؟ انتوا ناس ما محترمين، انتوا ناس آلات الأدب. ايه رأيك يا باشا في اللي انا بهرب فيه؟ حط نفسك مكاني، تجيب امك عشان تراقبني ماشي، وترتب الجو عشان تعرف تنط من وراها. يا ترى يا باشا هتزعل ولا هتعمل ايه؟ حط نفسك مكان هناء الاسطوره كده. انا مش مبسوطه، انا اتعس واحده في الدنيا، انا بقالي يومين ما بشتغلش. طبعا انا سمعت القصه دي حزنت من قلبي. الست بتعيط وتحكي لي، تقول لي يا هناء انا بحبك، اقسم بالله يا هناء انا غريبه ان الست دي خدت مني عشان تراضي. وصلت لك الرساله؟ عشان نلم لهم شويه اموال عشان نعالج الراجل ابوهم وندفع له العمليه وابوهم مات. بحكي لك يعني نلم نساعدهم، نجيب لهم لبس العيد، نلم نساعدهم، نجيب لهم اغراض رمضان. عرفت يا باشا؟ وراضي تنزل يا باشا، ربنا يرزقك وربنا يفتح لك الباب لو رضيت عبد من عباد الله. صدق ربنا بيحب العبد اللي دايما بيراضي عباد الله. امال شحال بقى ده حرامي سرق الايد اللي ايه؟ والله كلامك صح هنا. يلا هتزعل ولا مش هتزعل؟ هيصعب عليك صح؟ الناس بقى وشها في الارض، مش دي الناس اللي انت كنت بتلم لهم؟ انت كتير مغشوشه يا مدام سناء، اتغشيتي في الناس الفالصو. نصيحتنا ليكي ما تتغش في الفالصو، دوري على الذهب. ومش كل واحد تشوفيه وكل واحده تلاقيها تبقى ذهب، ساعات بتبقى قشره. بننصحك نصيحه يا مدام ما تزعلي، دي تجربه. وقالت لي الست بعيدي عن طريقي انا بكرهك. مدام سناء انهارت، فضلت تعيط يا باشا وتبكي على حظها وتقول يا رب انا ماليش حظ، يا رب وانا كل اللي احبه يطلع خلاصه، يا رب انا ما عملت شيء في الدنيا ان العالم تبقى كدابه، كل ما احب حد وصاحب حد يطلع فالصو. لله الامر من قبل ومن بعد. اللهم اهدلكم نفسيكم ونجيكم من مهالك الدنيا. فكرك انت لو كل واحد فينا تخيل الواد بيقول ايه؟ ما انت معاكي فلوس قد كده على قلبك. يلا اسمع، ما انت معاكي فلوس على قلبك يا شيخه ارحمي نفسك. بصيت له كده الست قالت له لو معايا مال قارون انا جبته من جيبك؟
انا مديت ايدي في جيبك؟ انت انسان قليل الادب، انت ما محترم وما بتحترم الجيره. يوم ما تسرق جارتك، يوم ما تسرق الايد اللي وقفت جنبك، نعلة الله عليك، نعلة في الارض ونعلة في السماء، من عل يوم الدين. روح روح، مش عايزه اشوفك ولا عايزه اعرف عالم زيكم، انتوا ناس كذابين، وانا ما احب الكذب وما احب الوسخ. العالم الوسخ تعيش وسخ. انا اللي غلطانه، ما سمعت كلام الناس قالوا لي دول كذابين وحراميه، وانا دافعت عنكم وقلت عليكم ناس غلابه ومحترمين. المطلوب اللي احنا نقف جنبهم. حرام عليكم، حرام عليك، حرام عليك. انا كل ليك، انا اشتريتك. خليك فاكر ان انت بعتني وبأرخص ايه؟ صح، وبأرخص الثمن. يا رخيص يا اللي مالكش ثمن. طيب حط بقى نفسك، ايه رايك في القصه دي؟ طلبنا الشرطه، الناس عايزه تطلب الشرطه، الصراحه حلوه. انا تربيتهم، ده طفل، ده عيل صغير ممكن يخش السجن، كلبوش يتحبس. خلاص انا مسلمه امر لله، وربنا قادر يديني حقي منكم، وفوتت احكم الحاكمين فيكم. فكرك انت، يعني كل واحد رادي باللي ربنا اذنه له كان هيجرى ايه بقى؟ صح يا هناء؟ استعجل، استعجل على نصيبه، استعجل على رزقه، مرضيش باللي ربنا كاتبه له، مرضيش بالحلال. عرفت يا صاحبي؟ هو البني ادم الطماع يعيش ايه طول الدنيا؟ انسان طماع وجشع، والله العظيم، والله العظيم. العالم دي كلها الناس اللي ما بترضاش بالفلوس الحلال عمر ربنا ما هيرزقهم. خلي بالك يا باشا، ربنا لا بيكرم الكذاب ولا بيرزق الحرامي. ربنا بينتقم منه وفلوسه كلها حرام في حرام، لانك ما رضيتش باللي ربنا اذنه لك. والله هناء مش عارفه اقول، ما تقولش حاجه، قول انت موكوسه هناء يا اسطوره، والله العظيم بتعلم عليكي. يا راجل مش عارف ربنا رزقني بالحراميين ليه؟ اكيد في حاجه، بس بقول لك المؤمن يا باشا دايما بيتحارب، واحده زي دايما متحاربه. ربنا رزقني بالمغربيين، يسرقوا فيديوهاتي يعملوا قنوات باسمي. ربنا رزقني بتوع الفيسبوكات، واحد من مكتوب المغرب، دولة المغرب على الفيسبوك، واحد من مطروح، وغيره وغيره. يلا مش مهم. انت عارف ان اللي بيتسرق ده ربنا مش راضي عنه؟ ليه هناك؟ مش عارف. انا لما بتسرق ربنا بيخفف ذنوبي يا حلو، وبيعوضني باموال كتير، اموال بلاها تل ولا حد. انا هغير خلجاتي وانزل ابدا في الفيديو التاني. انا كواحده انثى اهو، وفي ناس بتشوفني جميله. عمري ما اكلت جنيه حرام ولا عصيت ربنا ولا مشيت مع راجل ولا اتسولحت على راجل. عارف ليه؟ عشان انا عايزه اكل حلال يا باشا، عايزه اتقي الله. في كمان شويه اسرار نسيت اقول لك عليها. اللي بياكل الحرام بيبقى خد عليه، ما يقدرش ينساه. عايز يجيب الفلوس بايه؟ صدقني كلامك صح هنا. عايز يجيب الفلوس بايه؟ بالسهوله. ومن كان حرام نام حرام نبت حرام. هو انت فاكرك ان ربنا بيرزق اللي بيسرق؟ لا، ربنا بيسيبه مره واثنين وثلاثه، وقال له تعالى بقى انا سترتك، ناوي ارفع عنك الستار وافضحك. ربنا ما بيكشف الستر بيبقى خلاص، ربنا عايز يفضحك في كل حته والناس تشوفك يا صاحبي. عرفت الفوله؟ ده هناك انت فنانه، وانا فنانه غصب عنك، انا ما كذب ابدا. وعايزه اسالك سؤال، نفسي تسال كل حرامي
قول له خدت ايه هسيب معاك، هتاخد ايه معاك غير انك هتموت، مش هتاخد الا كفنك معاك، هتموت وتسيب الدنيا وهتودع الاخره، وهتودع. كفايه ان انت هتروح حرامي، كفايه ان ربنا فضحك في الدنيا وفضحك في الاخره. مفيش حرامي على الارض يا باشا، ربنا بيكرمه. قول لي في حرامي في الدنيا ربنا كرمه؟ هتقولي لا يا مدام حنان. نو. انت عارف اللي بيتسرق ده اجره عند ربنا احسن من اي حاجه. ربنا بيعوض الراجل وبيخلف عليه بالحلال. انت بقى يا باشا قول النهارده رايك ايه في قصتنا؟ قال هنلاقي الاسطوره تزعل ولا تعمل ايه على حظها الاسود؟ تعمل ايه على الناس اللي وقفت جنبيها؟ تعمل ايه على الكذب والغش؟ تعمل ايه على السرقه؟ حكي نعمل ايه على السرقه والحرام؟ ها، لو انت عندك كلمه انزل قول لي هناء I love you. تحيه لشعب مصر كله، نقول لك تحيه من مصر كل راجل جدع خليجي، تحيه لشعب الكويت والسعوديه والامارات، لاهل العراق، لاهل ليبيا، وطبعا اهل الجزائر والمغرب. حتى لو اهل المغرب ناس جم علينا وزعلونا. حبونا عشان مش هتعرفوا تحاربونا. حبونا يا دي انت وهو، حبونا يا حبيبي. مفيش حرامي ربنا بيرزقه على وجه الارض. ربنا ما حب الحرامي ولا الكذاب ولا الزاني. فبقول لك يا صاحبي حبونا عشان يا ولود الورمه مش هتعرفوا تحاربونا. ودي كانت قصتي النهارده يا ابن الورمه منك ليه. عجبتك القصه جابها؟ انت شايف نفسك حرامي براحتك. ها، بنوصل رساله لاهل المغرب، حبونا يا ولاد الورمه عشان مش هتعرفوا تحاربونا. والذكر ينزل يلعب في الساحه لوحده، ما يمشي على قفا النسوان ويعمل فيديوهات ويسرق فيديوهات محتوى الغير. اعمل محتواك، اعملي محتواك يا حبيبتي. ها، والله الهرم عالي عليكي شويه، يا ريتك تنزلي تلعبي تعملي محتوى بتاعك عشان تاكلي عيش. اوعي تفكري ان الحرام بيدوم. ربنا لا بيكرم الحرامي ولا الزاني ولا الكذاب. بلغتك الرساله. وما تنسي ما تقفوش قدام القطر بعدين القطر يفرمكم يا ولاد الغرمه. حاجه تانيه، حبونا وبلاش تحاربونا عشان مش هتعرفوا تحاربونا، لان العالي غالي والرخيص ملوش طلب يا عرب. ويقول لك الطله لها هبه، كل واحد ليه امكانياته وشخصيته وهبته، الشخصيه القويه. فمهما تسرقونا مش هتعرفوا تحاربونا عشان واثقين من نفسنا. يلا ما مهم، ما نضيع وقتكم. نسيت اقول لك انزل ارزع اللايك عشان هنغير بقى يا ابن الورمه. وقلنا للناس اللي بتنزل تسرقنا ما تسرقونا وبطلوا الحرام. انا بكره في حياتي الا الكذاب والحرام، هو ده عيبي بجد هنا والله العظيم. الحرامي ما صدقهم والكذاب ما صدقهم، وما تعملش معاهم الا لو لقيتك حرامي. صدقه ايه؟ صدقك كلام صح. لو لقيتك حرامي يبقى انت هنا خلاص. هنلبس البتاعه دي وبعد ما تلبسيها عارفاكي متغاظه ومكاده على هادي، هجيب لك مصاصه وما تزعليش. يلا يا حبيبي حط لي لايك قبل ما اغير والبس العبيانه الجامده دي ونفرش بيها. انا بحبكم كتير وبحترمكم، وتحيه من شعب مصر لكل راجل محترم بيحب هنايا الاسطوره. بس صدقني انا ما بكرهش الا اللي بيسرقني والكذاب. انت حط نفسك مكاني، هتحب الحرامي؟ قال انت هتحب الكذاب؟ لا يا هناء، هتحب اللي يسرقك ويقلبك. هو ده زي ده. انا ست بشتغل على منصه اليوتيوب المحترمه، تحيه لدعم اليوتيوب. فالفيديو بيخش لي جوه من شيء المحتوى في حقوق الطبع والنشر ان الفيديو ده مسروق من هناء الاسطوره، فبضطر العب بقى عليهم
واعمل لهم طلب ازالة عشان اقفل لهم القنوات واقدم ابلاغ. حبكم كتير.